السلام عليكم العشران. اليوم نبداو قصة جديدة، رحلة جديدة غادي نسافروا فيها الجميع. لكن قبل ما نبداو هاد القصة بغيتكم تركزوا فيها مزيان، حيت فيها بزاف ديال الأحداث. ولا بغيتي ديروا المزيان ديروا شي تعليق زوين وشاركوا الفيديو مع صحابكم باش تكبر الكليكة ونزيدوا بالكريسة القدام. اليوم قصتنا على واحد الصحفي اللي قصتو بشكل وقصة مرعبة نوعا ما. هاد الصحفي التخصص ديالو في الجرائم والحوادث. سميت هاد الصحفي بلادو تانيسكي من مقدونيا. المهم هاد بلادو عمرو 56 سنة، هو من أشهر الصحفة المقدونيين اللي خدام في واحد الجريدة سميتها نوفا مقدونيا مشهورة عندهم في مقدونيا. هاد الصحفي عنده ميزة غريبة وعجيبة. هاد خونا عقد البوليس ووزارة الداخلية في مقدونيا خصوصا من 2003 حتى ل 2008. هاد خونا عنده تجربة 20 سنة في كتابة الجرائم، يعني فيما كانت جريمة قتل أو حريق كتلقاه هو الأول حاط المقال ومشهور بزاف. لكن اجي نعرفو علاش تشهر، وأول شعلة هو مقالة اللي شهراتو. وقعت واحد الجريمة قتل ديال واحد البنت، تختطفات وتغتصبات وتقتلات، والمجرم اللي اغتصبها وقتلها قطع طرفي ودارها في أكياس بلاستيكية ولحها في مناطق مختلفة، كل طرف فلاحو في مقدونيا. المهم انتشر خبر مقتل هاد البنت. وراكم عارفين الصحافة فاش كتوقع شي جريمة الصحف كيتسابقوا باش يكتبوا عليها. المهم كل صحافة كتبات داكشي اللي قدات عليه، طبعا حسب المعلومات اللي عندها. إلا بلادو كانوا عنده معلومات خطيرة جدا لدرجة ولاو البوليس كيطلبوه باش يساعدهم على كشف شخصية هاد المجرم، حيت هو بدا كيحلل وكيقول كلشي عارف بلي البنت اغتصبات وتقتلات. لكن طريقة هاد التقطيع كتبين ان شخصية هاد المجرم شخصيته معقدة، حيت كيحب يمثل ويتمتع بتقطيع الجثة. لأن المجرم كيعرف واحد البنت كتشبه لهاد الجثة، داكشي علاش كيتمتع في قتلها. لكن راه ما كاينه حتى علاقة بين ديك البنت وهاد الجثة، لأن عندي شي معلومات كدا وكدا. خونا رونهم بصح كل مرة كيكتب شي تحليل من بعد كيكتشفوه البوليس صحيح 100%. وبين قوسين راه قلت لكم شحال من مرة ساعد البوليس بزاف ديال الجرائم. لكن في 2003 فاش ذكر قضية جريمة هاد البنت وعطاوهم المعلومات تصدموا بصح، قالوا لي دابا شكون انت ومنين كيجيوك هاد المعلومات. قال لهم راه عندي تجربة كبيرة في هاد المجال ودازو من قدامي جرائم بحال هادو، وكان مارس المهنة ديالي عن حب. المهم خونا تشهرت بصح لدرجة ولاو العروض كيجيوه من جميع الصحف بأثمنة جد مغرية من داخل مقدونيا وخارجها. السيد ولا مطلوب. المهم دازت عامين وقعت تاني واحد الجريمة قلبات مقدونيا رأسا على عاقبة. وجا المدير التنفيذي ديال ديك الجريدة فاش كان خدام بلادو، قال لي انت اللي غتشد هاد القضية وانت اللي غتكلف بيها، وهاد الجريمة بحال الاولى بنت تاني تغتصبات وتقتلات. هادشي كيخلع وتسبب في الرعب في مقدونيا. والغريب في الامر خونا فاش كيكتب صفحات طويلة كلها بأدق التفاصيل. المهم مشى لمسرح الجريمة وبدا يحلل ويقلب، حمق البوليس يا اللي كانوا معاه يا اللي بعاد عليه، لدرجة ولاو كيشريو ديك المجلة في مناطق أخرى باش يتبعوا تفاصيل القضية. خونا لدرجة تشكو فيه، ياك ما هذا من وزارة الداخلية، ياك ما كاين شي واحد كبير في البلاد كيعطيه المعلومات، حيت هادشي بزاف. التحليل ديالو في المقالات اللي كيكتب صحيحة 100%. جات الجريمة الثالثة في 2008. غير باش تعرفوها الإخوان راه كيوقعوا بزاف ديال الجرائم، ولكن هادو اللي كيهزوا الرأي العام ودايرين البوس كما كنقولوا. المهم هاد الجريمة كيكتب فيها كيف ديما بأدق التفاصيل، نهار على نهار وغادي في الشورى.
واحد النهار خرج بواحد التصريح زعزع البلاد، قال لهم واش ما لاحظتوش بلي هاد الجريمه كتبان لواحد الجريمه كانت وقعت في النهار فلان فلاني. هنا البوليس بحال اللي ضربهم الضوء، حيت ما كانوش رادين البال بحال هاد التفاصيل ولا جا في بالهم هاد الموضوع. قال لهم والدليل ان هاد البنت الثالثه كتبان التفاصيل ديال ديك البنت اللي ماتت شحال من عام هادي، وزاد الصدمه الكبيره وحتى ديك البنت اللي قبل منهم كاع. اواه هنا كلشي تشوكا، وقال لهم انا متاكد ان القاتل واحد، وهذا قاتل متسلسل متوحش ما في قلبه رحمه، وكيركز غير على البنات اللي عمرهم 30 سنه وزوينات وعندهم فورمه واعره، وغالبا هاد البنات كيكونوا مطلقات وعايشات بوحدهم. قالوا ليه ايه والله الا عندك الصح، كاع ما انتبهنا لهاد النقطه. قالوا ليه وكيف درتي حتى عرفتي هادشي وتفكرتيه؟ قال لهم وايلي راه خدمتي هادي وانا اللي كنكتب على الجرائم من طبيعه الحال نبقى عاقل، وراه فاش كنكتب على شي جريمه كنركز على ادق التفاصيل الجريمه. قالوا لي عندك الحق مزيان، ولكن هاد الجريمه الاخرى راه المجرم غير طريقه القتل وما قتلهاش بآلة حاده، هذا راه خنقها بسلك حتى مات. وساد الصمت القاعه. واحد شويه نقز واحد الضابط قال ليه خلي عليك ديك الجرايم، عاود لينا على خبار موك فلادو. او اش بغيتو امي؟ بلاتي باقي عاقل على واحد المعلومه كتبتيها حتى شي صحيفه ما كتبتها، اللي هي ان البنت قتلات بالكابل. الصدمه هي ان الشرطه القضائيه اللي دارت البحث في مسرح الجريمه ما ذكراتش هاد المعلومه. خونا حصل الكلاب ولا مشتبه فيه. قال لي الضابط بلاتي نفكرك، انت كنتي قلتي تقتلات بكابل الهاتف، المحققين ما لقاوش شي كابل تماك. ايوا كيفاش؟ شدو خونا بلادو نزلوه للكاب وبقاو عليه بالعصا، هاك بالك حتى رجعو ضرور طمن كرشو. قال لهم صافي بركه عليا، انا نقر لكم ونقول لكم كلشي. بدا يهدر البوليس صدموا صدمه بعدها صدمه، لقاو خونا هو مول الفعله كيرتكب جريمه وكيكتب عليها. ويني مسخوط هذا، داكشي علاش كيجيب ليهم الاخبار صحيحه بكل التفاصيل. بكثرة ما هو متمرس في تغطيه الاخبار والجرائم، كل ما كيقتل وحده ويقطعها ويفصلها ويوزعها، ما كانش كيخلي يحصل الاثار. بعدها بايام قليله كيرجع للجريده ويبدا يكتب على الجريمه كل التفاصيل لدرجه البوليس ما عاقوش به وكيعرف يدلسهم. والغريب في الامر كان كيوصف راسو بقاتل متسلسل، ويقول هذا متوحش وماشي انسان طبيعي وما في قلبه ذره رحمه. واحد المره جابوا اخت وحده من دوك الضحايا وداروا معها استجواب، قالت لهم نموت ونعرف منين جاتو هاد الثقه الكامله في النفس. قالوا ليها علاش؟ قالت لهم تعرفوا نهار تنتشر خبر اختي ان هاد المجرم اتصل بيا شخصيا وقال لي واش عندك شي تصويره ديال اختك نشروها على الله تكون نقطه وصول لهاد المجرم ويساعدوكم في المحنه ديالكم وتسهل حتى على رجال الشرطه القضائيه في البحث. ايوا انا كنت نصيفط ليه في التصاور على نيتي، هو كيكتب على الجريمه وفاش كان كيهضر معايا كيبدا يسب ويعاير في المجرم، وانا ما فراسيش باللي هو كيسب راسو. غريب. المهم البوليس جبدوا جميع المقالات اللي كان كيكتب وكيقراوهم بالتفاصيل الممله، وكيقراو كيفاش كان كيوصف المجرم بكل اوصاف قبيحه. والغريب حتى واحد ما كان منتبه وشاك فيه من 2003 حتى 2008. المهم بداو يقراو جميع المقالات ديالو ولقاو بلي كان كيشتت الانتباه البوليس بحوادث ثانويه اللي ماشي البوز. على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، هناك حريق مجهول، هناك حادثة مجهولة، هناك حادث تصادم مجهول. والأغرب هو اللي كان كيديرهم ويكتب عليهم باش يبين للناس راسو بلي صحفي واعر بزاف وقايم بشغلو كصحفي متمرس. ايوا اراك من بعد ما دققوا في حياة خونا علاش كان كيقول في المقال ديالو الاخر هذا القاتل المتسلسل كيقتل بهذه الطريقة هذه الفئة من النساء انتقاما من شي شخصية في حياته كيكرهها. اكتشفوا باللي بلادو كان كيعيش مع امه مطلقه في عمر الضحايا ديالو ومنطبقه عليهم في مواصفات. راك الصدمه الكبيره
مو مات في عام 1999 بجرعة زايدة، وملي حققوا معاه شكون اللي قتلها لقاو بلي هو اللي قتلها. سولو علاش قتلتيها، قال لهم ملي طلقات وانا صغير كانت كتضربني وتعنفني وتعذبني وعشت حياتي كلها معاناة، وملي كبرت شويه بديت نكتب الاخبار المحليه، ومع مده قررت نولي صحفي متخصص في الجرائم باش نشبع الشغف ديالي ونفرغ داك الغضب والحقد اللي داخل ديالي. ومن بعد قلت علاش ما نبداش ننتقم وانا نبقى نرتكب الجرائم ونكتب عليهم، منها كنشبع الرغبه ديالي ومنها كنسترزق وننجح في العمل ديالي. هزو خونا بلاضو وداوه لواحد الحبس سميتو تيتوفو، شدوه تماك لمدة شهر في حراسة مشددة على ما يديوه للمحكمة. ناض خونا بغا يصفيها على راسو، قال انا نموت اللهم نقتل راسي. لكن قبل ما يقتل راسو خونا راه مزوج ومطلق وعنده ولاد. واحد النهار جاتو الطليقة ديالو قالت لي ويلي واش انت مجنون، اش هادشي سمعت، واش هادشي اللي وقع المسخوط، تقتل في عباد الله وفي الاخر تكتب عليهم. فكرني في المثل المغربي قتلهم شاف قناستو. ودابا شنو نقول لولاد باش من وجهها نواجههم ونعاود لهم على باهم المجرم الا سولوني علاش بانا تسجن. ويا حسرة كنتي باهم اللي يفتخروا بيه ويقولوا بانا صاحبي مجاد وكذا وكذا. بقى ساكت شويه هو يقول ليها غير صبري غدا الصباح ان شاء الله تبان الحقيقه. وراكم عارفين في وسط الحبس كيكون الطواليت ولا بابو باش يغسلوا الحباسه. المهم خونا هز واحد التريكو وسد بيها تقبض لافابو وعمرها بالماء وخنق راسو حتى مات. واحد شويه كيدوز واحد من دوك الحراس الحبس كيلقى خونا طاح كاو، حل عليه وعيط على البوليس الاخرين. ملي جاو لقاو خونا ميت وباش قتل راسو قتلوه بالخنيق بالماء. شوف فين وصلت بيه درجة الإجرام أنه يبقى صابر وخاشي راسو في الماء ويقتل في راسو. وهاد الحادثة كانت أغرب طريقة يقتل بها شي حباس راسو في داك الحبس في مقدونيا عامة. إلى هنا تنتهي قصتنا، نتمنى تعجبكم تكونوا استمتعتوا بها، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وآراء ديالكم. كان معكم المختار.